يا مساء الحلويات. هنعمل مع بعضينا النهاردة شوية رز بلبن بطعم زمان، من غير لف ولا دوران، ومن غير اي حاجة مش في البيت، يعني بلتر لبن وبشوية رز هنعمل الطبق الجميل، ناعم وكريمي ومتماسك في نفس الوقت. بس لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي نانا عادل، ويلا بينا نبتدي الوصفة. هنجيب اول حاجة نص كوباية من المية من الحنفية، ونص كوباية من اللبن برضو، وهنحطهم مع بعضيهم كده. وهنستخدم نص كوباية من الرز لكل لتر لبن او حليب على حسب ما بتسموه. نص كوباية من الرز هنسوي، نحط كل الكلام ده على النار ونسيبه يستوي لغاية لما الرز معانا يستوي 3/4 سوا، لان انا عايزة الربع الاخراني يستوي مع باقي اللبن. طبعا انتوا ممكن تستبدلوا المية اللي انا هحطها في الوصفة دي كلها، يعني بلبن على حسب ما انتوا حابين. هنحط هنا نزود كوباية من المية، فانتوا لو حابين تكملوا لبن بدل المية براحتكم. انا حبيت اعمل بلتر لبن الوصفة كلها، ونص اللبن في الكوباية الاولانية خالص كانت من لتر اللبن. تمام. هسيب بقى يستوي باقي التسوية بتاعت الرز بتاعنا، واول ما يستوي هحس ان الرز خلاص استوى معانا زي ما انتوا شايفين، واللبن قصر معانا شوية. هبتدي نحط باقي المكونات بتاعتها، وكلها سهلة. هنجيب معلقتين من نشا الذرة، ونحط عليهم مية بسيطة جدا لغاية لما بس النشا يدوب معانا زي كده بالظبط، وهنسيبهم بس على جنب. هنبتدي بقى احنا نحلي اللبن بتاعنا. انا حطيت نص كوبايه من السكر، ولكن حسيت ان عايزه سكر تاني، حطيت نص كوبايه تاني لان الولاد بيحبوه مسكر. طبعا السكر حسب الرغبه اللي انتوا حابينه. وهنبتدي ان احنا نقلبه زي ما انتوا شايفين كده. وهنحط نص كيس من الفانيليا، او ممكن تحطوا قطرة من ماء الورد، يعني على حسب ما بتحبوا طعم ايه. ومعلقتين كبار من القشطة البلدي، دي القشطة بتاعت وش اللبن، انا بحوشها وبستخدمها في الحلويات. واخر حاجة هحط بقى معلقتين النشا اللي دوبتها معاكم. ونبتدي ان احنا نقلب. المرحلة دي ايدينا ما تتشالش من رز بلبن علشان النشا ما يكلكعش مننا. واول ما نحس ان النشا استوى مع الرز بلبن والرز تقل مننا، هندفع عليه. وبكده خلصت الوصفة ويكون جاهز للتحضير. هنحطه بقى في الاطباق بتاعتنا، وهنسيبه يبرد خالص ويشيله في التلاجة بطريقة سهلة ما فيهاش اي حاجة صعبة. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم، وزي ما انتوا شايفين كريمي ومتماسك حلو جدا بجد. وطبعا بتزينوه مكسرات او من حسب ما انتوا حابين، بس انا فضلت يكون سادة. ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد.